السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا كما وعدتكم وصفة جديدة خاصة بشهر رمضان الكريم. فوالا اليوم جبت لكم شامية ما فيها لا لبن لا حليب لا زيت، يعني الشامية تقريبا نقولوا الاصليه اللي يخدموا بها في المحلات. كنت دبرت على الوصفه وسيتها ونجحت معايا وقلت نشاركها معاكم. كما تعرفوني ما نبخلش عليكم، كما راكم تشوفوا يعني الصوره راها واضحه، يعني راكم تشوفوا فيها كيش راها معسله وكيش راها محمره. هاد الشهي دوك معني غنقول لكم نروحوا نشوفوا المقادير تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نروحوا نشوفوا المقادير تاع الوصفه تاعنا وطريقه التحضير. ولأول مرة تزوروا القناة تاعي نقول لكم ما تبخليش عليا بابوني وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. ومتابعاتي الاوفياء كما دائما ان شاء الله ما نكونش هبلتكم وكثرت عليكم، عاونوني بلي كومونت لي بارطاج لي جام باش نكثر لكم كما قلت لكم الوصفات. وان شاء الله ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو، بغيت نشرحها لكم بالتفصيل باش تخرج معكم ناجحه. دونك نروحوا نشوفوا الفيديو. فوالا كما راكم تشوفوا معايا مقادير تاع هاد الشاميه. يعني ما فيهاش مكونات بزاف كما قلت لكم. حنا عندي الحاجه الاولى السميد كما تعرفوا باينه بلي السميد الخشين هو اللي يجي سبيسيال تاع الشاميه. ماذا بكم الا كان تاع الميزان، يعني اللي نشريوها بالميزان ماشي هذوك تاع العلب ولا تاع لي بواط. هنايا عندي 2 كيلات. قداش الكيله اللي استعملتها هي هاد الغرفيه العاديه اللي نستعملوها. هاد الغرفيه درت منها 2 تاع السميد. وكما راكم تشوفوا معايا عندي واحده تاع السكر، وهنا عندي كاس عادي حتى هو تاع ليموناد. دائما نبغي نبسط لكم الصوالح اللي ندير فيهم المقادير باش ما كاين اللي ما عندهاش الميزان، كاين اللي المهم نبغي نستعمل الصوالح اللي موجودين في كل بيت. فوالا هاد الكاس تاع ليموناد كما راكم تشوفوا يعني ما راهش معمر الى للفوق، يعني خاصه واحد الصباح هكاك. وعندي عاودك النص نتاعه تاع السمن. فوالا السمن ذوبته كما راكم تشوفوا. هنا عندي ليكستري تاع مازهر. هاد ليكستري تاع مازهر اللي تعمر بلا دوز، يعني اللي كيما هكا ديميل بزاف 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 شباب، يعطي واحد الريحه تهبل الشاميه تاعكم. يعني هذا بعدا واحد من الاسرار تاع الشاميه اللي تتباع برا، يعني ما يديروهاش هذاك المازهر اللي نديرو حنا تاع الدار، يديروا هاد ليكستري. هنايا هاد ليكستري غادي نزيده مع هاد الماء، ماشي غادي نزيد بزاف، غادي نزيد غير شويه خاطش يطلق. وغادي تشوفوا معايا غادي نزيد دركا. واللي ما عندهاش فوالا غير نقطات، اللي ما عندهاش هاد ليكستري تقدر تستعمل المازهر عادي بصح الشهيه. باريكزوم هاد الكاس دير نصه ماء ونصه مازهر. كما انا درت ليكستري درتها كومبليما، عاد زدت نقطات تاع ليكستري. نحطو هادو جانبا ونروحو نخدمو الشاميه تاعنا كمرحله الاولى. كيفاش غادي نخلط هاد الشاميه تاعي؟ هنا غادي نخلطها بالبيتخا. كما تعرفوا الشاميه تاع المحلات ما يخلطوهاش باليد، يعني يخلطوها بالعجانات الكبار. انا غادي نخلطها بالبيتخا. اللي عندها البيتخا تستعمل البيتخا، اللي ما عندهاش البيتخا تستعمل الباطو. يعني الباطو ماشي بصح بهذاك اللي يخلط، لا بهذاك اللي يعجن، هذاك اللي شغل هكا يجي مرولي بهذاك تخلطها شغل غادي تعجنها. فوالا واللي ما عندهاش تخدمها بيدها، بصح نصيحه بيدك يعني عطيها. حنا كما في العجينه غادي نخدموها 10 دقائق، انت في بيدك عطيها حتى نص ساعه. يعني خلطي 10 دقائق وريحي، عاود خليها ترتاح، عاود خلطي 10 دقائق وريحي وهكاك باش هذاك السكر يدخل بيا مع السميد ويدوب كومبلي، يعني ما يبقاش. دوكا كما تشوفوا حنا نجيب السميد نتاعي نحطه في العجانه، نزيده السكر. شوفوا معايا كنت درت السميد والسكر. غادي نستعمل هذه اللي نقولها الورقه، ماشي هذيك اللي نضربوا بها البيض. فوالا هذاك السكر مع الزيت عفوا السكر مع السميد. ودوك نزيد لها السمن. هنا معلومه اللي ما عندهاش السمن، هنا اللي ما عندهاش السمن تقدر دير الزبده عاديه، بصح من احسن السمن. دير الزبده ولا تخلط الزبده والزيت، المهم دير كاس كومبلي، يعني ما ديرش غير نص. كي دير الزبده دير كاس كومبلي، ولا خلطتها مع الزيت دير نص بالنص، بصح الا درت السمن ديري غير نص كاس. فوالا كيما هكا نكبه ونعاود نشعل البيتخا نتاعي. بعد ما ضربنا شويه هذاك السميد والسكر فوالا
كما راكم تشوفوا. نعاود نهود هذاك الخليط اللي يكون في الاطراف، باش كامل يتخلط الماء. ودروك غادي نزيد له هذاك الماء والماء زهر، ونعاود نرده كما نقولوا يتخلط مده كما قلت لكم 10 دقائق. فوالا نجيب لكم كسعه البيض باش تشوفوا بيان بلي هاد السميد والسكر يعني وغير الماء قبل ما يطيبوا كامل حنايا فين راه بدا يتعسل لنا. علاش؟ على خاطرش السكر داب بيان. شوفوا هنايا، شوفوا هذا في الاطراف هنايا، شوفوا هنايا يعني راه بدا يتهاد العقده او هاد العجينه تاع الشاميه. شوفوا كي تعسلت، شوفوا كيفاش تجي. هنا دوك الشا غادي ندير لها. شوفوا ما راهش معجنه، راها كيما نقولوا مشربه، وتحسيها كيما نقولوا حنايا هذاك السكر وكاع داخلها، تحسيها قبل ما طيب كما قلت لكم معسله. عفوا كما تسمعوا لافو تاعي سمحوا لي، يعني راني مريضه لا كريب وهكاك. وكما راكم تشوفوا راني ندير لكم في الوصفات. فوالا دوك كيما قلت لكم غادي نخليها كيما هكا. غادي نجيب ساشيه فوالا ونخوي فيها هاد العجين هكذا. هنا علاش؟ باش نخليوه للمرحله الثانيه. هذه كما قلت لكم المرحله الاولى. هنايا غادي نخليه يبات، هاد الساشيه يبات ليله كومبلي. واللي ديرها الصباح وتبغي طيبه لليل ديرها الصباح طلبيها من الاحسن، بصح من الاحسن تخليوها ليله كامله. فوالا دير كامل هاد الكونتيتي اللي راها عندي. هذيك الريحه تاع ليكستري تاع مازال راها طالبه يعني ما شاء الله. دائما كيما قلت لكم اللي تجرب الوصفات نتاعي تبغي تبعتهم لي تبعت التطبيقات تاعها، تبعتهم لنا في الجروب تاعي فيسبوك وصفات وصفات ام علاء الدين. كاين اللي راه زعما عارفاته وكاين اللي ما عارفاتش. اللي ما عارفاتش تدخل وصفات ام علاء الدين تما منها تجي تشوف الوصفات ولا تحط لنا الوصفه تاعها. فوالا كما شفتوا معايا ها هو العجين تاع قلب اللوز او تاع الشاميه تاعي. هذا هو غادي نبلع هاد الساشي هكا ونخليها برا، يعني ماشي في فريجيدان ولا تبات ليله كامله كما قلت لكم. ومن بعد نقول انايا كما نقولوا غدوه نبليها باش نديروا لها المرحله الثانيه. هنا بعد ما فاتت ليله كامله على العجينه تاعي تاع الشاميه اللي خليتها ترتاح، كي نجيو نخدموا الحاجه اللي نبداو بها نبداو بالشربات باش تعرفوا باش تبرد واش بالماء الشاميه تاعنا طيب. الشربات باش نحتاجوا لها انا كما راكم تشوفوا عندي غرفيه اللي استعملتها البارحه، غرفيه العاديه معمره بيان كما راكم تشوفوا بالسكر، يعني 500. هنايا اللي بغى بالميزان 500 غرام تاع السكر. كتشوفوا درتها في كاسرونه السكر ونزيدوا لها الماء شحال. هنا اللي تبغي تعبر باليوترو دير يوترو ماء لتر واحد، ولا بهذيك الغرفيه تعبر 3 تاع الماء. فوالا هي وحده، هاي الساجه وهي الثالثه. هنا نديرهم على النار كي يغليو، نقص له نخليوه 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه ونطفيو عليه. كي نطفيو عليه عاد نزيد له ليكستري نتاع مازار، واللي ما عندهاش نزيد له كاس تاع مازار عادي. على الثانيه تاعنا تاع قلب اللوز نجيب الكاسرونه تاعي تاع الفخار ونجيب الشاميه تاعي العجينه اللي كنت درتها في الساشيه فوالا، ونرجع نكبها في الفخار. بعد كما قلت لكم بات ليله كامله فوالا نكبها كامل. ونردها للبيتخا وبنفس هذيك الورقه نقعد نخلط فيها. بعد ما خلطناها شويه كما راكم تشوفوا
فوالا هاهي نحلت. غادي نزيد لها الماء هنا غادي كي تتلمسوها تحسوا بها بلي راه معسله، شغل كيما نقولوا حنا يديكم يقعدوا يتملصقوا. هنايا تعرفوها بلي راها يعني العجينه تاعكم ما شاء الله. واش غادي نزيد لها هنا؟ غادي نزيد لها الماء بالتدريج، يعني بشويه بشويه. شحال غادي نزيد لها؟ غادي نزيدوا لها فوالا الكاس باش تشوفوا بيا. الكاس اللي البارح استعملته يعني نزيدوا نص نتاعه تاع الماء فوالا، ونعاود نخلط. فوالا شوفوا معايا ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، بصح ما نبغيش نفوت لكم المراحل يعني باش نتفاهموني خطوه بخطوه وينجح معاكم. ها هي العجينه تاع قلب اللوز نتاعي فوالا. دوك غادي نجيب الصني اللي راني غادي نديره فيه. ها هو البلاطين يعني غادي ندير فيه. هذا البلا هو دومي بافي. اللي ما تعرف دومي بافي يعني العرض تاعه بالطول هذا راه 30 على 40. يعني هذا لو هذا المول يعني كي تشوفوه راكم عارفينه متوفر في المحلات. هذا هو اللي غادي يدي هذه الكميه تاع الشاميه تاعي. دوك شنو غادي ندير؟ غادي نطليه بشويه تاع السمن. هنا كيما قلت لكم اللي ما تستعملش السمن تعوضها بالزبده والزيت. ثاني في هذه المرحله تقدر تستغنى عليه، بصح يعني تاع السمن يجي احسن، يعني هو الاصلي. فوالا نطلي الصني تاعي ونحط العجينه تاعنا. هنا اللي يبغي يحشيها يحشيه، واللي يبغي ما يحشيش، يعني كل واحد والمقدور تاعو، كل واحد وكيفاش يبغي قلب اللوز نتاعه. فوالا هكذا كامل الفخص تاعي. نفخها بشويه تاع الماء ونقعد نسرح في هذيك العجينه تاع قلب اللوز في البلا كامل. كي نحس يدي راها تلصق نعاود ندير لها شويه تاع الماء ونقعد نمشي فيها. سرحتها باش نسقلوها بيا. نجيب هذا كيما هذا هادي نبدي نليسي السطح تاعها سباتول ونليسيها باش تجينا الاطراف تاعها متساويه وتجي قد فوالا. هنا كي ليسيتها بدي نقطع فيها هكا، بصح ما نوصلش للتحت يعني غير من الفوق. فوالا ما غاديش نعصر كما قلت لكم الى القاع هكا كما شفتوا معي. انا ما حشيتهاش هكا. الفرن تاعي راه يسخن. هنا اللي بغى يدير لها من الفوق لوز ولا اي حاجه هذيك تبقى له ثاني اختياري. درك نروحوا للمرحله تاع الطياب. انا دوك الفرن تاعي كما قلت لكم راه يسخن. فاش غادي نطيبها؟ غادي نطيبها في الفرن تاعي عادي، السعاده او فرن المسان، هذوك يعني هذوك النوعيه. راني شعلت له غير من التحت، نديرها على نار متوسطه. هنايا يدير لي 30 حتى 40 دقيقه. كي نشوف هنايا الاطراف تاعي بداو يحمروا نعرفها بلي صاي راه طابت من تحت. واش ندير؟ نشعلها من الفوق باش يتحمر السطح نتاعنا ونديرو نجيو نسقيوها بالشاربات. واحد الملاحظه قبل ما نطيحوها للفرن تاعنا نطليوها ثاني من الفوق بالسمن. فوالا هكذا ونديوها للفرن. لا كيما راكم تشوفوا معايا شاميه بعد ما طابت. انايا كنت شربتها بالشاربات، بصح للاسف المقطع مشالي، بصح قلت معليش نكمل لكم الفيديو. يعني هذيك المقطع ماشي مهم. يعني كي طابت الشاميه تاعي خرجتها، كانت الشربات تاعي طابت، سقيتها بها ورديتها للفرن وخليتها باتت ليله كامله.
كما راكم تشوفوا هنايا الشاميه تاعي كي درت هاد الاحمرار في الطرف يعني صاينه طابت هنا شويه فاتت لي في الطياب، هنا شويه انا دارت لي بصح منا هذا هو التحماض تاعها هذا واش عملت لها من الفوق كما قلت لكم. في الفوق يعني ما تديش وقت بزاف، خرجتها كي خرجتها شربتها كي شربتها خليتها تبات ليله كامله تريح بيان. دروك غادي نعاود لها هذوك الخطوط باش نقصها، نعاود لها كيما قلت لكم في الاول يعني كنت غير مطراسيتهم دركا باش كنرفدو الحبه تاع الشاميه تاعنا جينا نيشان. فوالا هنا التزيين يبقى لكم اختياري، كما انايا ما حشيتهاش في يعني في الوسط غادي ندير لها من الفوق شويه تاع اللوز. نتوما هنا يبقى لكم اختياري، اللي تبغيو ديروه ديروا، تبغيو ديروا تخليوها كيما راها، تبغيو ديروا لوز، تبغيو ديروا جوز، تبغيو ديروا قوقو، يعني نتوما الاختيار نتاعكم نتوما واش تبغيو. كاين اللي بغى يدير شوكولا، هنايا الشوكولا يديروا الشوكولا تاع الطال يذوبوها شويه في باماري مع شويه زيت وديريها من الفوق، يعني كل واحد يبقى لها الاختيار. كما قلت لكم انا عندي اللوز، انا نعطيكم واحد النصيحه سواء اللوز ولا قابقاب بغيتو ديروه يعني هكا من الفوق باش كما نقول هاد البلا يعني شويه كبير يقعد لكم يعني يقبض لكم يومين 3 ايام ما تقدروش تكملوه في النهار، باش هذاك القوقا اللوز نتاعكم كما نقولوا حنا ما يرطابش قليوه في الزيت. فوالا كما راكم تشوفوا انا قليته في الزيت ما حمرتهش يعني في الكوشه، قليته في الزيت ومن بعد طحنته كما راكم تشوفوا. كي تقليوه في الزيت غادي كما نقولوا حنايا يدي مده طويله وهو محافظ على القرمشه تاعه. فوالا كما راكم تشوفوا وانا نبغي هذه الطريقه، كل واحد داكشي يبغي يخليه حب يعني يبقى لكم الاختيار ليكم. فوالا نرشها كما هكا فوالا نطرح معكم مورسو باش تشوفوها كي جات. فوالا كما راكم تشوفوا من تحت يعني محمره. فوالا يعني وراها شاربه الشربات كي تبات تريح يعني تولي قابضه روحها والزيت كما نقولوا حنا مزيان. ملي ما تقدرش تخليها تبات يعني قدري تخليها 6 سوايع هكا بصح من الاحسن تبات. فوالا نزيد نشهيكم اكثر. شوفوا يعني كيش تجي من الداخل، شوفوا من تحت كيش راه محمره، شوفوا يعني كيش راها معسله ما تجيش معجنه كما راكم تشوفوا يعني تخرج ما شاء الله. ان شاء الله غادي تجربوها وما راحش تندموا. وكما نقول لكم دائما اكيد اللي تجربتها تبعت لي التطبيقات نتاعها في الجروب تاعنا فيسبوك وصفات علاء الدين. ودرك معليا حبيباتي غير نقول لكم الى اللقاء وتهلاو في رواحكم في وصفه اخرى ان شاء الله. وان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه والهنا، كل عام وانتم بخير.